الدوره اللي تنعقدت اليوم ديال المجلس الاقليمي ديال سطات، والتي كانت دوره استثنائيه. كان البرنامج ديالها جوج النقاط. النقطه الاولى تتعلق بالبرنامج ديال العمل ديال المجلس الاقليمي ديال سطات. اليوم الحمد لله ان المجلس استطاع انه يشخص بواسطه مكتب ديال الدراسات اللي تعاقد معاه، يشخص الواقع ديال الاقليم ديال سطات وديال الجماعات الترابيه ديال اقليم سطات. هذا التشخيص هذا اليوم اللي مكتب الدراسات خرج بواحد المجموعه ديال المشاريع، واللي من خلالها استشار واحد المجموعه ديال الفاعلين، وهاد الفاعلين هادو كذلك عطاو الواقع اللي كيعرفوا اقليم سطات من ناحيه يعني التنميه ديالو. الاعضاء ديال المجلس كذلك مشكورين تا هما دلاو بالدلو ديالهم في هذا المجال هذا. والحمد لله مكتب الدراسات اليوم ملي شخص وجاب المشاريع واعطى الواقع ديال التنميه ديال اقليم سطات، تبين على اساس ان الموارد الماديه ديال المجلس الاقليمي ديال سطات خاصها تماشى وتكون بالتوافق مع المشاريع اللي جاب مكتب الدراسات. عدد هائل ديال المشاريع اللي جات مكتب الدراسات واللي كتقتضي رصد ميزانيه مهمه لتحقيقها ولتنفيذها. الموارد الماليه ديال المجلس ما يمكن لهاش تحقق هذه المشاريع كلها، لانها كتطلب ميزانيه كبيره. اليوم من خلال العمل اللي قامت به مختلف اللجان ديال المجلس ومن خلال التدخلات تم التنبيه الى انه الميزانيه اللي مرصوده واللي كاينه على المجلس الاقليمي اليوم خاصها تمشي في التخصص الذاتي ديالو، واللي يمكن تعطي نتائج مهمه ونتائج اللي ترضي الساكنه ديال الاقليم. هاد المحاور هذا اللي يمكن يكون فيها التدخل، وهي تزويد العالم القروي بالماء، النقل المدرسي، الصيانه ديال الطرق، وتجهيز ديال المراكز الصاعده، ما يسمى بالمراكز الصاعده، المراكز ديال الجماعات الترابيه بالاقليم. الدوره المقبله ان شاء الله احنا خدينا المعلومات كلها دابا ان المجلس غادي ينكب على مختلف يعني الاصعده وبمختلف المتدخلين، انه غادي يحدد المحاور ويحدد القيمه الماليه اللي يمكن ينجز بها المشاريع كلها اللي تدخل في التخصص ديالو. ما نساوش على ان المجهودات اللي قام بها المجلس الاقليمي في شخصه الرئيس ديالو السيد مسعود أوصار وفي شخص اللجان الرؤساء ديال اللجان، انهم ربطوا اتصالات بالحوضين المائيين ديال ام الربيع وابي الكراك، انهم باش ينجزوا واحد المجموعه ديال المشاريع ديال الاتقاب ديال الثقوب ديال الماء لتجهيز ابار لحفر ابار وتجهيزها وبناء خزانات، واللي الاعتمادات الماليه كاينه عند المجلس دابا اللي يمكن تمشي في التوجه هذا. كذلك من خلال اللقاءات اللي تمت على الصعيد ديال الوزاره ديال الاسكان، المراكز الصاعده حتى هي وعدت واحد المبلغ مالي جد مهم، واللي السيد الرئيس مسعود أوصار في الحقيقه دار التدخل ديالو وعطى وغادي يعطي فهمتي النتائج ديالو. هناك واحد المجموعه ديال المشاريع اللي كتدخل في النطاق ديال التخصص ديال المجلس اللي تنجز في نطاق الشراكات، واللي غادي تكون مع وزاره الداخليه وتكون مع وزاره الاسكان، تكون مع الحوضين المائيين ومع الجهه ومع مختلف المتدخلين اللي هما عندهم رغبه على اساس انهم ينميوا ويساهموا في التنميه ديال الاقليم. الدوره ديال اليوم كانت دوره ناجحه بالمقاييس ديالها. علاش؟ لانها من خلال التشخيص ومن خلال الواقع اللي عطاه مكتب الدراسات بنى المجلس الاقليمي الواقع ديالو على الاعتمادات الماليه اللي عنده. يعني ما غاديش يكون في حرج، وما غاديش يكون في عجز، وما غاديش تكون ان شاء الله مشاريع عالقه. نتمنى الله يوفقنا للخير، وشكرا للجميع. انعقد المجلس الاقليمي سطات اليوم جلسه استثنائيه بخصوص التداول بشان جوج ديال النقاط. النقطه الاولى اللي هي كانت المصادقه على برنامج تنميه الاقليم. هذه النقطه اللي تاجلت بعد
نقاش مستفيض من الساده اعضاء المجلس وتوصيات ديال السيد عامل الاقليم مشكور، لان الوثيقه ديال المشروع اللي قدم السيد ممثل مكتب الدراسات واللي اشتغل عليها، اللي بيننا وبينه صفقه ديال اعداد هذا البرنامج، كانت لا ترقى الى المستوى المطلوب لتنميه هذا الاقليم الحبيب والتطلعات ديال الساكنه ديال اقليم سطات. وبالتالي خاض المجلس مقرر بالاجماع على تاجيل هذه النقطه الى اعاده التداول وفي شأنها ورفع مقترحات أخرى بشأنها. النقطة الثانية هي أسئلة كتابية كانت موجهة من طرف واحد 7 الأعضاء إلى السيد رئيس المجلس حول واحد المجموعة ديال المسائل والأمور اللي كاينة في المجلس الإقليمي. كان جواب ديال المجلس، كان نقاش مستفيض، مشكور السيد الرئيس على سعة الصدر ديالو، مشكور السادة الأعضاء على إغناء النقاش وعلى هذا معلومات عرفناها، معلومات السيد الرئيس رفض أنه يجاوبنا فيها وما بغاش يعطينا، ولكن ماشي مشكل، كاين مؤسسات اخرى ندوزو منها ونسلكوها ان شاء الله يا رب. قبل ما تخرجوا ما تنساوش ابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.